ازاي اعرف افرق بين كلمتين نفس النطق؟ حد منكم سألني السؤال ده على فيديو كنا عملناه قبل كده بنتكلم فيه عن كلمات نفس النطق بس مختلفة في الكتابة وفي المعنى. هو سؤال رائع جدا بصراحة بس محتاج فهم. خليني اقول لك ازاي تفرق بينهم. اول حاجة عندنا واللي هتقدر تميزها بسهولة جدا لو الكلام مكتوب، وطبعا دي ما حدش عنده مشكلة فيها، لان لو الكلام مكتوب عندنا مثلا كلمة زي رايت ورايت هتكون عارف الفرق من السبيلنج. دي حروفها مختلفة عن حروف دي، فلما تشوف الكلمة هتعرف تميز بينها. مش هتفرق هنا النطق خالص لأنك شايف الكلمة نفسها. بس المشكلة بتبدأ لما يكون كلام بيتقال، حد مثلا بيكلمك بالإنجليزي، فيلم أو فيديو بالإنجليزي، هنا بتبدأ تواجه مشكلة لأن الكلام منطوق والكلمتين زي بعض في النطق. فهتعرف تميز ازاي طالما هي مش مكتوبة؟ عندنا طريقتين بنعرف بيهم. أول طريقة بتكون من مكانها في الجملة، بعرف هي فعل ولا اسم ولا صفة، ومن خلال ده بعرف المقصود أنهي كلمة. يعني مثلا كلمة write اللي معناها يكتب دي فعل، فدايما هيكون بعد الفاعل على طول، فأقول I write. ما ينفعش أقول I write اللي هي بمعنى كويس لأن دي صفة لازم يجي قبلها verb to be أو تيجي قبل اسم، فبالتالي هعرف من كلامه إن هو بيتكلم عن write دي اللي هي فعل، لأن ما ينفعش الصفة تيجي بعد الفاعل على طول، لازم يكون بينهم verb to be أو تيجي قبل اسم. زي the right answer، لو صفة بقى بتيجي إما بعد verb to be او قبل اسم، فممكن اقول that chair is very weak. عرفت هنا انه بيتكلم عن weak اللي هي معناها ضعيف لان هي جت بعد verb to be او بعد very. لكن لو وقت فالوقت دايما بيكون في نهاية الجملة. لما اقول مثلا I visited my grandpa last week، عرفت من كلمة week اللي في الاخر دي انه يقصد اسبوع لانه بيتكلم هنا عن الوقت. انا زرت جدي الاسبوع اللي فات. طيب لو ما قدرتش تعرف الطريقة دي بتعرف ازاي بقى؟ الطريقة التانية بنفهمها من السياق او الكلام اللي حواليها والجملة بتتكلم عن ايه عموما. مثلا انت قاعد بتكلم صاحبك بالليل وقاعدين بتتكلموا في حاجة معينة وخلصتوا كلام، ففي الاخر بتقفلوا بقى، فهيقول لك ايه؟ هيقول لك جود نايت. فهنا انت اكيد عرفت ان هو جود نايت هنا يقصد ليلة سعيدة او تصبح على خير، مش معناها خالص فارس جيد، لانك عرفت من السياق ان هو بيتكلم عن الحاجة دي مش نايت التانية. وبس اعمل سيف عشان هتحتاج الفيديو ده كتير، ولو عاوز تتكلم مع الاجانب بسهولة اعمل فولو وهنخوض الرحلة دي مع بعض.